دائما الأخ الرئيس الاحتكار ضد الخدمة وضد مصلحة المستهلك، ودائما المنافسة لمصلحة المستهلك ولمصلحة الخدمة. واحنا ندعو الاخ وزير المواصلات الدكتور اسماعيل الشطي، وهو يعني مع اخوان الحكومة جميعا، هم مواطنين ويعرفون مصلحة الكويت ويعلمون أهمية تأسيس مثل هذه الشركة الثالثة من أجل أول شيء الفائدة للمواطنين، بعدين الفائدة للمستهلكين، فائدة المواطنين المكتتبين والمستهلكين. وهذا الموضوع تم إثارته قبل هذه المرة في نفس المجلس، وتم الطلب تأجيله عدل أبو عبد العزيز لدراسة ماليا، وراحت الأشهر تلو الأشهر وإلى اليوم ما صار شيء. فهذا السبب اللي يدعو المجلس إلى التدخل التشريعي من أجل إقرار هذه الشركة، ونأمل من الأخ وزير المواصلات الحكومة التعاون الإيجابي في هذا الموضوع، وهذا الأمل فيك يا أبو عبد الله، ما لك توفيق. الأخ الرئيس، أنا أتأمل يعني فرص العمل بالنسبة للشباب الكويتي، أتأمل بأن مثل ما طلعنا قانون بإلزام البنوك الأجنبية 50%، إن كذلك الشركات مثل هالشركة جديدة أن يكون فيها أيضا نسبة الأعمال الوطنية فيها نسبة يعني محددة تكون عالية وليست قليلة، من أجل أيضا تحت فرص الشباب الكويتي. توزيع للمتقاعدين، تخصيص المتقاعدين، اكتتاب للمواطنين، وكذلك يكون مو بس ترى يعني ما راح تلزمها هي لوحدها بهذه النسبة، تلزم جميع الشركات اللي تقع بنفس التخصص هذا. وهذه دعوة لإخواننا في مجلس الوزراء إلى النظر في هذا الأمر من ناحية رفع نسب التوظيف والإحلال في القطاع الخاص وليس فقط في القطاع الحكومي، ونسب تكون تصاعدية ولو قليلة. أنا أذكر من يمكن 10 سنوات كلمت أحد المسؤولين الكبار، قلت له خل النسب له 0.5% سنوي، 0.5%. المجلس الوزراء يقرر اليوم النسبة 0.5%، يقول بعد سنة تلتزم الشركة فيها، كان صارت الحين النسبة زادت 5%. خطوات قليلة مع الوقت تؤدي إلى ثمار كبيرة، أما عدم اتخاذ أي خطوات يؤخر التنمية ويؤخر البلد. فنأمل إن شاء الله موافق الحكومة على الشركة حتى يعود بالنفع على الخدمة والمواطنين. شكرا لأخ الرئيس. شكرا.